بسأل بنفسي او آه، اي حد شايف الفيديو ده، هو احنا كمصريين ايه اللي غير صفاتنا وبقينا بالشكل السيء ده، وبقينا جلادين بنجلد اي حد مننا يعمل فيديو مثلا يشرح فيه ظروفه او يكلمنا عن ظروفه، فنطلع نهين فيه ونهزق فيه زي ما حصل مع دينا مراجيح وغيرها. كانت بتعمل فيديوهات ان ولادها مش عارفة تربيهم عشان زوجها اتخلى عنها وما بقاش بيدفع على ولاده وكده. فكانت بتعمل فيديوهات يعني عشان تحاول تساعد نفسها وتساعد عيالها، يعني حد يساعدها ويساعد عيالها. بس للأسف الناس كانت زي الجلاد عمالة بتصلخ فيها وبتهين فيها. دي شحاتة، دي مش عارف ايه، كلمات كلمات قاسية يعني عشان غلبانة، عشان ضعيفة. انما لو كانت بقى فنانة او من الناس التقيلة ديت ما كانوش هيعملوا معاها كده. هي عشان واحدة غلبانة فالكل بيصلخ، الكل بيهين ويمرمط في الغلبان عشان غلبان. لكن لو حد ليه نفوذ وليه قوة مش هيقدروا يعملوا زي ما بيعملوا مع الغلبان. قبل ما تصلخ وتطول لسانك وتجرح في غيرك عشان غلبان، افتكر انك هيجي يوم هتبقى مكانه. ياما فنانين وياما رجال اعمال سمعنا بعد كده من مليارات ومش عارف ايه، سمعنا ان هما مش لاقيين ياكلوا. فقبل ما لسانك يدبح غيرك فكر كويس قوي انك ممكن انت تبقى مكانه. محدش محدش يعني ضامن ان هو هيفضل بالمستوى ده. ياما ناس كانت في مستويات رفاهية عالية دلوقتي بتشتكي وهتفضل تشتكي. فبلاش نبقوا جلادين على غيرنا. دينا مراجيح ماتت، يمكن وفاتها وفاة ممكن تكون يعني الله اعلم، انا معرفش تفاصيل. ممكن تكون وفاة عادية، معرفش ايه بالظبط التفاصيل. بس اكيد الناس اللي سلخت وجلدت فيها ولسانها القصر اكيد ساهم في وفاتها. لان الكلمة زيها زي الخنجر المسموم، الكلمة المسمومة زيها زي الخنجر بتذبح. فقبل ما تطلع كلمة منك ركز كويس قوي وفكر في اللي بتقوله، لان انت ممكن تبقى في الوضع دوت. انت مش معنى انك دلوقتي معاك وعايش ومبسوط فخلاص انت ما تضمنش، دي حاجة بتاعت ربنا.
ممكن انت تبقى مكانه وما تلاقيش حد يعبرك، ونفس اللي كنت بتعمله مع غيرك هيتعمل فيك، لان الدنيا دوارة. زي ما بيقولوا كما تدين تدان. دينا مراجيح وغيرها، احنا الله اعلم يعني، بس احنا سبب من الاسباب في معاناتها، ويمكن كمان من وفاتها. ما رحمناهاش وفضلنا قاسيين عليها هي وغيرها. المجتمع معرفش ايه اللي غير المجتمع ده، مع اننا كنا معروفين بالتسامح والتعاطف واننا اكثر تدين. ما اعتقدش كل دوت سمة من سمات التدين او التسامح او الكلام ده. معرفش ايه اللي غير صفاتنا، ايه اللي غيرنا للمنظر السيء ده، وسلوكياتنا ما بقتش زي زمان، بقينا للأسوأ والأقوى. وحشني قوي. انا جيت لك اهو. انا جيت لك. انا جيت لك يا ابويا. عارفه ان انت هنا. انا عارفه ان انت هنا يا ابويا. وحشني قوي. مش هعيط. مش هعيط ولا ازعلك. مش هعيط يا ابويا. انا بحبك يا ابويا. العياط ليك وحش. العياط وحش يا ابويا. رشينا عليك ميه. ليه ده انا حد عليك؟ طب يا ابويا نزلني عليك. ريحني من الدنيا دي. ريحني. ريحني انا تعبانه. عامل ايه يا ابويا؟ عامل ايه؟ وحشني قوي. انا جيت لك اهو. انا جيت لك. ورش عليك ميه اهو. ورش عليك ميه. وحشني. وانا عارفه ان انت مدفون هنا. انا عارفه ان انت جوه هنا. الميه كلها عليك. الميه كلها عليك. هقرا لك الفاتحه يا ابويا. الفاتحه ليك. اخواتي وقفوا معايا وبطلوني وبطلت ورجعت تاني ومش هشرب حاجه تاني وخلاص ابويا لحالي. والله يا ابويا ابويا لحالي ومش هشرب مخدرات تاني وخلاص. ومعايا عيالي اربيهم. اربيهم يا ابويا. الفاتحه ليك يا ابويا. الفاتحه ليك عشان انا بحبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. امين يا ابويا. امين يا حبيبي. امين. امين يا ابويا. انا جيت لك اهو. انا جيت لك. ادعيلي والنبي. ادعيلي. ادعيلي يا ابويا. انا هقعد معاك. ادعيلي اقعد معاك والنبي. ده انا تعبت وامي ماتت واخواتي وقفوا معايا وبدلوني. اختي ايه واسلام. اقف معايا يا ابويا. اقف معايا والنبي. ادعيلي. ادعيلي ماليش غيرك والنبي. والنبي يا ابويا. ادعيلي والنبي. ادعيلي يا ابويا. ادعيلي ماليش غيرك والنبي. اقف معايا. اقف معايا. امي جاتلك. امي جاتلك يا ابويا. امي خلاص ماتت وماليش حد في الدنيا غير اخواتي
اخواتي هم اللي وقفوا معايا وخلوني بصحتي تاني. والنبي ادعيلي، والنبي ادعيلي، ماليش غيرك والنبي. انا هموت عليك، هموت عشانك. وهروح لامي واقول لها ان انا اللي وقفت معايا، هي وجوزها، هي واسلام، وقفوا معايا وبطلوني اشرب مخدرات تاني، مش هشرب حاجة تاني، وافوق لحالي عشان خاطر الناس اللي بتحبني، وعشان خاطر اخواتي، وعشان خاطر عيالي. والنبي يا ابويا ادعيلي، والنبي ماليش غيرك، والنبي ده انا هموت عشانك، وهموت خلاص. مبقاش فيا جوا زي الاول، لا ده انا صحتي رجعتني تاني، وقفت على رجلي خلاص، وقفت على رجلي يا ابويا، وقفت على رجلي. سلام يا ابويا، امشي، ده انا كان نفسي اقعد معاك شويه، نفسي اقعد معاك، بس مش عارفه اقعد معاك، ورايا عيالي، ورايا مش عارفه اعمل ايه، ورايا اخواتي. انا يا ابويا خلاص هاخد الشقه اللي انت مت فيها، وهدي لاخواتي كل حاجه، هديها الشقتين بتوع امي، وهديهم الدهب، وهديهم كل حاجه، وانا مش هاخد حاجه. انا هاخد الشقه اللي انت مت فيها، عشان انت مت فيها، وامي مشيت فيها، مشيت عشانك. وانا يا ابويا خلاص هروح لامي، ومعايا حاجه من ريحه امي يا ابويا، معايا دي امي قبل ما تمشي تدهاني، وقعت منها من دماغها، وعشاني يا امي اروح لها يا ابويا، اروح لها واسلم عليها عشان هي وعشاني، والله يا ابويا اروح لها.